أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، ومرحبا وحلقة جديدة من برنامجنا نقطة تحول. يمكن في خدماتنا اللي بنلاقيها أو الخدمات اللي بتقدم لنا للمرضى بالتحديد في الجانب الصيدلي بنلاقيها خدمات تكاد تكون يعني بطيئة للغاية. آلية الوصول إلى الصيدلي وصرف الدواء بتكون شيء معقد. صاحب الروشتة أو المريض بيفضل يطوف ويلف على الصيدليات علشان يقدر يصرف روشتة، وساعات يلاقي دواء ويلاقي الدواء التاني ناقص، الدواء غير متكامل، الطبيب حط الروشتة مش مظبوطة أو حطها بأشكال معينة من كام شركة من الشركات، طبعا بأسماء تجارية. هذه الأسماء بتخلي المريض يصر على أن الروشتة دي لازم تصرف بهذا الشكل. اللي إذا يتدخل صيدلي يقول له والله هات رقم تليفون الطبيب بتاعك، هتصل بيه وأقول له والله احنا عندنا الدواء الفلاني ممكن نغيره للدواء الفلاني. فيبقى هنا شغل من المعاناة الشديدة. على مستوى العالم ده ما يمكن ما بيحصلش، لكن في مصر لسه لغاية دلوقتي بنتخبط. ده بيبين ان الصيدلي دوره في الفترة الحالية غير مستقر. في الخارج بنلاقي ان الصيدلي دوره اكتر اتصالية، اكتف اكتر، نشط اكتر، على علاقة اتصالية رائعة مع المريض. دائما يرجع ليه، دائما يجد له الافضل والاحسن ويعطي له خبراته بشكل طبي متميز. امتى ده هيكون؟ ده اللي احنا عاوزين نعرفه. البعض بيقول ان النظام بيبدأ يتواجد في مصر على امل انه يكون منتشر، وكده هنحقق معادلة صعبة جدا، هي الصلة ما بين الطبيب وبين الدواء والصيدلي. ايه دوره في هذه المنظومة؟ اسمحوا لنا نفتح هذا الملف ونشوف ايه الجديد اللي ممكن نحققه او نحققه في الفترة القادمة بمشيئة الله، ويكون من خلال منظومته حصول المريض على الدواء بشكل سريع، بشكل اكيد، وملهوش اي تأثيرات اذا كان هناك تأثيرات في الماضي، ويكون دايما على متابعة مع الصيدلي اللي هيقول له توقف او استمر او اذهب الى طبيبك، او اي من هذه يعني النصائح الطبية الدقيقة اللي المفروض توجه للطبيب للمريض. اسمحوا لنا نرحب معكم بضيوفنا الاعزاء. معنا الدكتور عمرو جاد عبد الحي، رئيس جمعية الصيادلة المصريين بالفيوم. اهلا وسهلا بك يا فندم. دكتور عمرو جابر عفوا. ويسعدنا ايضا ان يكون معنا الدكتور عبد التواب محمد محمود عبد التواب، عضو المركز المصري للدراسات الدوائيه ومكافحه الادمان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. منورنا يا فندم. اهلا وسهلا. الله يخليك. طيب نبدا مع الدكتور عمرو جابر. دكتور عمرو، يمكن كتير قوي من المشكلات بتواجه عدد كبير من المرضى بسبب الروشته. عاوزين نتعرف على اهميه الروشته الدوائيه، وليه اعتدنا ان تكون هذه هي الشكل المتعارف عليه في مصر. هو الحقيقه هو شكل مش متعارف عليه في مصر بس، متعارف عليه في العالم كله. لانه التذكره الطبيه دي هي ترجمه الفحص اللي الطبيب فحصه للمريض، وده بتمثل الادويه اللي المريض محتاج ياخدها عشان ان شاء الله يحصل له الهيلينج او الريكفري، يعني اللي هو ربنا يشفيه او يتعافى على مستوى العالم. على مستوى العالم، لكن اتغير في الخارج عنه في مصر. يعني اتغير يعني بالنسبه طبعا للامبيشنت اللي هم مرضى اللي جوه المستشفيات طبعا اتغير. تمام. انما بالنسبه احنا هنا عندنا في مصر جزء كبير جدا من الرعايه الصحيه بتقوم على القطاع الخاص اللي هو العيادات الطبيه الموجوده، ان المريض بيتوجه بنفسه للطبيب ويكشف ويصرف الروشته. طبعا الوضع مختلف بره شويه، لانه في طبيب اسره وفي التامين الصحي بيغطي، فبيدخل المستشفى بموضوع مختلف. لو اتكلمنا على وضعنا في مصر ليه روشته بتمثل مشكله، احنا هنا في مصر محتاجين انه يعني الثقافه الدوائيه تتحسن، الثقافه الدوائيه المريض يحصل فيها قدر من التحسن شويه. المريض متخيل انه لو اختلف الاسم التجاري اللي الصيدلي بيصرفه للمريض عن الاسم التجاري موجود في روشته، يبقى كده الدواء ده ممكن يضره. الحقيقه ان احنا عندنا هو معذور، لان الاطباء بيوقعوهم في نفس هذه المشكله، يقول له بالحرف، يمكن احنا برضه كنا مرضى يعني وما زلنا يمكن بنعيه، لكن بيقول لنا بالحرف جيب الدواء ده، الماده الفعاله فيه هي الاكيده، يمكن الدواء ده يكون مستورد، الدواء ده افضل من الدواء ده. ما تعرفش هل هو علاقه ما بين الطبيب وما بين الشركات الدوائيه ولا ايه بالظبط؟ لا، احنا طبعا يعني لا نتهم احد بدون دليل، لكن احنا بنقول انه الاصل في الامور انه طالما انه الاسامي التجاريه متماثله في الاسم العلمي ومتماثله في التركيز، اذا هي متماثله في الفاعليه. إذا أحد من الأطباء يملك دليل على العكس، يعني يملك دليل على أنه هذه الشركة منتجاتها غير جيدة، هذه الشركة منتجاتها تعاني في الجودة، أو هذه الشركة متميزة أكتر من غيرها، فليقدم لنا الدليل. مفيش عندنا مشكلة، وإحنا كصيادلة نتعامل على هذا الأساس، بس لابد أن يكون في دليل.
لكن طالما انه الماده الفعاله واحده والتركيز واحد اذا الفاعليه واحده. خلاص. طب ما هو هنا المواطن المريض هو اللي هيقع ما بين الاثنين. اين الدليل؟ ما هو الحقيقه ما بين الصيدلي وبين الطبيب؟ الحقيقه انه نسبه كبيره جدا من الاطباء لا تمانع في انه يبقى هي ثقافه للطبيب اكتر منها والصيدلي اكتر منها ثقافه المريض. الاثنين. اصل هقول لحضرتك على حاجه، هي العلاقه ثلاثيه. هي العلاقه ثلاثيه ما بين الطبيب والصيدلي والمريض. فالمريض الجزء الاساسي في العلاقه. لانه الطبيب في احيان كتير جدا مبقاش عنده مشكله والمريض هو اللي عنده مشكله. المريض عنده قدر يعني من الاحساس النفسي انه لو ما خدش الدواء اللي مكتوب بالظبط فهو مش هيجيب التاثير المطلوب. صحيح. فاحنا محتاجين الفتره الجايه الثقافه الدوائيه للمريض تتحسن، المريض يثق في الصيدلي اكتر، المريض يبقى دايما حاطط في ذهنه ان الصيدلي هو جزء من الفريق الطبي. صحيح. ويعني شخص يقدم له رعايه صحيه اكتر من كونه بيبيع له دواء. هيسلم نفسه للاثنين بس ربنا يستر. طب خلينا مع الدكتور عبد التواب محمود. اسمح لي يا دكتور، يعني ماذا نفسر وجود الروشته الداخليه في البامفلت الداخلي بتاع الدواء نفسه؟ بنلاقي انا نفسي عن نفسي لما باجي اشتري دواء بلاقي في بعض المحاذير الدواء ده بيتركب من ايه، بقراها من اول لاخر. يمكن ساعات بيبقى ضيق جدا لدرجه ان انا اجيب يعني عدسه مكبره عشان اعرف اقرا اللي موجود. صحيح. وبصعوبه اصل الى قراءته. يمكن جزء ما بفهموش لكن اللي بفهمه اكتر المحاذير او الاثار الجانبيه. هنا انا برتعب الصراحه، بحس بكل الرعب. انا بعاني من حاجه الاقي لي الكبده هيتعب، هلاقي لي الرئه مش عارف يحصل لها ايه، البنكرياس مش عارف هيأثر على ايه، الدواء هيجيب اثار شكلها ايه، انا رايح اتعالج مش رايح الاقي امراض ثانيه. نفسر ايه ده لما بنيجي نرجع للطبيب او بنرجع للصيدلي يقول والله العمليه دي بتحصل بكام نسبه من الالف انت مش المفروض تعرفها. طب اذا كنت انا مش المفروض اعرفها هي ليه مدرجه داخل هذه الروشته او البنك؟ هقول لحضرتك موضوع الاثار الجانبيه للادويه بتيجي نتيجه كلينيكال ترايلز بتتعمل على الادويه دي لفترات، وحتى بوست ماركتنج بعد ما الدواء بيخرج وياخد تصريح وينزل السوق ويتصنع في الخارج مراقبه دوائيه. تمام. وبنسجل حالات. يعني انا المفروض ان كصيدلي او طبيب انا لاحظت ان مريض فلاني كان بياخد الدواء الفلاني وبعد مثلا فتره معينه من العلاج حصل معاه مشكله كذا، مشكله فلانيه، حصل معاه عرض جانبي مع الاستخدام الطويل للعلاج. فبتتسجل كحاله. حاله اتسجلت ان في مريض حصل معاه كذا بعد مثلا استعجال، فهناك ما بتعديش مرور الكرام. دي لازم حاجه تتسجل وندرسها ونشوف هل الموضوع ده حصل مع مريض تاني في مكان تاني، ولو اتكرر الموضوع مع اكتر من مريض بتعتبر دي حاله تتسجل ان ده عرض جانبي ممكن يظهر حتى لو نسبته 1 في الألف. ليه شركات الادويه بتكتب كل الاعراض والاثار الجانبيه دي في البامفلت بتاع الدواء او في النشره بتاع الدواء؟ هو لان هناك يعني في الخارج وهنا في مصر يعني من حق المريض ان انا لو تضررت من هذا الدواء، يعني انا خدت الدواء ده وصفه لي طبيب صح، وبعد ما تعالجت بيه فتره طويله اكتشفت ان حصل مشكله بسبب استعمالي للدواء ده، انا حقي قانونا ان انا ارجع اقاضي الشركه المنتجه. تمام. اقاضي الشركه المنتجه، انتوا ليه يعني الدواء بتاعكم ده عمل لي مشكله. تمام. فلو انا ترفع ايديها عن هذا الموضوع تقول والله انا اديتك خبر من البدايه. بالظبط. زي فكره التدخين وشركات السجاير لما بتكتب تحذيرات على علبه السجاير. هو بيرفع ايده ان انا مش مسؤول قانونا عن اللي يحصل لك. هو يعني عفوا هذا ما يعني اجبرت عليه وزاره الصحه علشان تمنع التدخين بهذا الشكل وتخوف المدخنين او تدي لهم نوع من الخوف على صحتهم. وهو بالنسبه له يعني هذا الامر ما لا يعني وهو ميزه للشركه، مش هيترفع عليه، انت المقبل عليه بارادتك. بس يعني في قانونا او في قوانين بعض الدول هو من حقه ان انت لو ما اخبرتنيش باللي هيحصل لي ان انا اقاضيك. يعني اطلب منك تعويض ان انت تسببت لي في ضرر من غير ما تعرفني ان انا ممكن يحصل لي الضرر ده. فلذلك وخصوصا هتلاقي اكتر نشرات فيها تحذيرات اكتر الادويه المستورده. حقيقة هتلاقي التحذيرات فيها اكتر بكتير لان هو بيجيب حتى الاحتمال 1 في المليون. طب هنا المريض بقى يعمل ايه؟ يعني يسمي زي ما قال لي طبيب، قال لي يا عم سمي وخد دواء على طول ما تقلقش. يعني انت مش هتبقى يعني مثلا من ضمن الواحد من الالف. قلت له طب انا ممكن اكون واحد من الالف، يعني قول لي ايه اللي ممكن ما. قال لي هو كده
مفيش دواء الا ما فيه مخاطر. يا فندم هو مش هيكون فعال الا اذا كان له اثار جانبيه. هي ماده كيميائيه بتدخل الجسم، فهي بتحدث تغيرات. تمام. فان لم تحدث تغيرات فهي غير فعاله. طب يعني هذا الجانب هو المفروض من ثقافه المريض بالظبط. يعني هو يا فندم احنا مثلا لو قلنا عشان يتابع مع لو قلنا مثلا ضربنا مثال في الحياه العاديه، لو قلنا ان السيارات النقل العام بتعمل حوادث، او سيارات النقل الخاص الميكروباص بتعمل حوادث، هل ده معناه ان نقول للناس ما تستخدموش هذه المواصله؟ اي شيء فيه خطوره. بالظبط، في معامل خطوره، لكن انا بقيسها خطوره بالنسبه للمنفعه. طب اسمح لي يا دكتور، انا خدت الدواء، بعد ما خدت الدواء حسيت بتغيرات زي ما قريت في الروشته الداخليه، ولقيت ان العمليه بتزداد، مثلا يقول لك والله ده هيجي لك مثلا نوع احساس بانك يعني للقيء، او احساس بالغثيان او الى اخره. رحت للطبيب وبلغته، والله يا دكتور انا بيحصل كذا بالتليفون. الطبيب يقول لك استمر على الدواء، استمر على الدواء. لو تفاقم الموضوع وحصل المصيبه اللي مكتوبه في البامفلت، مين المسؤول هنا؟ هل الشركه ولا الطبيب اللي اصر على ان انا اخد الدواء؟ هو يا فندم هو لازم نفرق بين حاجتين، حاجات ريفرسبل وإيرفيرسبل، حاجات يعني اثناء استعمال الدواء هي موجوده، ومجرد ان انا هنهي الكورس العلاجي بتاعي هتتوقف الاعراض الجانبيه. تمام. فدي ما فيهاش مشكله، يعني انت تحمله باعراضه الجانبيه لانك محتاج ليه، لغايه ما تخلص الكورس. لان محتاج زي المضاد كده، حضرتك محتاج ليه، لان هي الدكتور لما كتبه هي مساله ريسك بنفيت، هو بيوافق ما بين المنفعه والمخاطره. تمام. حتى بتوصل لان ممكن ست حامل بريجننت وفي معامل خطوره، الدكتور هنا بيقيس الخطوره اللي ممكن تحصل للام او الجنين بالمنفعه. بس في حاجات ضروريه للام انها تخسر الجنين، او الجنين هيبقى مشوه او الى اخره. وفي نفس الوقت هو بيبقى قدامه مخاطره اعلى، ان هي لو ما اتعالجتش ممكن توصل يعني انه يفقد الاثنين. تمام. طيب دكتور عمرو، اسمح لي، هناك نظام على مستوى العالم بدأ يظهر ويتواجد، هي العلاقة التواصلية الفعالة ما بين الصيدلي وما بين المريض. هذه العلاقة كيف نجدها؟ ويمكن سمعنا عن الصيدلية الإكلينيكية أو الصيدلي الإكلينيكي، يعني حدثنا عن هذا الجانب. الصيدلية الكلينيكية هي الشكل الحديث للممارسة الصيدلانية اللي موجودة حاليا في العالم. هي ما هياش يعني حديثة قوي، هي ابتدت في الستينات وفي السبعينات، يعني ابتدت في بريطانيا، وبعدين في امريكا ابتدت من السبعينات، يعني من حوالي 40 سنه. يعني احنا متاخرين 40 سنه كده يعني احنا مصرين على نظام اتعودنا عليه. لا والله ابتدى في مصر، يعني ابتدى في مصر انه يعني نظام الصيدليه الكلينيكيه ابتدى تطبيقه في مصر، لكن احنا لا زلنا في الخطوات الاولى. النظام باختصار بيخلي الصيدلي هو المسؤول عن الرعايه الدوائيه للمريض. والرعايه الدوائيه تشمل السياسه العلاجيه، يعني اختيار الادويه اللي هيتناولها المريض بالظبط، هل هي مناسبه لحالته او مش مناسبه، هل في اي تعارض دوائي لو المريض ده بياخد عده ادويه، المريض مش بياخد دواء واحد، لو هو بالذات مثلا مريض عنده امراض مزمنه او كبير في السن، هل في اي تداخل دوائي ما بين الادويه اللي بيتناولها المريض، هل الدواء ده مناسب لحالته، يعني حتى لو هو الدواء مناسب لحاله مرضيه، هل هو مناسب للشخص المريض ولا لا. يعني بمعنى مثلا هضرب لحضرتك مثال صغير، احنا عندنا مثلا بعض الادويه المؤثره مثلا على الحاله النفسيه اللي بتسبب بعض الاضطرابات العقليه. بعض الادويه، جزء من الادويه ديت من ضمن الاثار الجانبيه بتاعته ان بيعمل زياده في الوزن. فانا ممكن يبقى يعني الحاله تتشخص ان هي عندها اضطراب عقلي او اضطراب نفسي ومحتاجه هذا الدواء، لو عندي شخصين، واحد رفيع وواحد وزنه زياده شويه، الرفيع هياخد التخين مش هياخد. ليه؟ لان الاثار الجانبيه انه هيحصل زياده في الوزن، فبالتالي يدخل في مشاكل ثانيه، رغم ان الحاله المرضيه واحده والتشخيص واحد، لكن شخص اخذ العلاج وشخص ما اخذوش. خلاص، ده الشكل الحديث. انا ضربت حضرتك مثال عشان بس اقرب الصوره للناس ازاي انه ممكن الصيدلي يتدخل عشان يقول ان هذا المريض الحاله بتاعته تستدعي فعلا هذا العلاج، لكن هذا المريض شخصيا ما ينفعش ياخد هذا العلاج. الرجوع هنا لمين؟ يعني هل انا في الحاله زي دي انا خلاص عرفت النتيجه، كلمت المريض وقلت له والله الموضوع ده مش هينفع، مش هو ده الدواء المخصوص ليك، انا هديك الدواء الفلاني. طبعا المريض عنده ثقافه زي ما حضرتك قلت في الاول بتعني ان الطبيب هو رقم واحد، وانا لازم اتبع وامشي وراه زي ما هو بيقول، والا انا دفعت الروشته ليه. هنا ايه اللي بيحصل؟ المفروض ان الصيدلي هيراجع طبيب عن طريق تليفون او هيكلمه عن طريق طبعا المفروض، ولا ايه اللي بيتم؟ المفروض ان الكلام ده يتم عن طريق سيستم، يعني هيلث كير سيستم، بمعنى انه الطبيب والصيدلي موجودين في مكان واحد، الاثنين بيشتركوا مع بعض في اختيار ده اللي هم في مستشفى. طبعا اللي هم في مستشفى، عشان كده بقول لحضرتك انه الهيلث كير سيستم اللي موجود في مصر مختلف شويه عن الموجود في العالم كله. تمام. لان احنا طبعا القطاع الخاص بيقوم بدور كبير، العيادات الخاصه بتقوم بدور كبير في الرعايه الصحيه في مصر، المستشفيات بتقوم بدور اقل، وده على العكس بيحصل بره.
فبالتالي عشان نطبق هيلث كير سيستم الكلينيكال فارماسي الاخصائيه الكلينيكيه يبقى ليها تواجد كبير، محتاجين مستشفى. عشان كده الكلينيكال فارماسي في مصر ابتدت في المستشفيات، يعني ابتدى فعلا في مستشفيات في مصر تطبق الاصيدليه الكلينيكيه زي معهد الاورام، زي معهد القلب. يعني ابتدى في اماكن كبيره في مصر تطبق اصيدليه كلينيكيه، لكن على مستوى البرايفت او على مستوى الخاص الكلام ده بيبقى صعب. ليه؟ لانه مفيش تواصل مباشر ما بين الطبيب وما بين الصيدلي. طب اسمح لي، على مستوى المستشفيات وبالتحديد المستشفيات الخاصه، في بعض الادويه بتبقى متواجده داخل الصيدليه الخاصه بالمستشفى. هناك في نقص من بعض الادويه الموجوده، يمكن يكون صاحب المستشفى او الجهه المستثمره هي مش عاوزه تدخل الدواء ده، او بتدخله لعلاقات، مش هنقول احنا ما نعرفش ايه النتيجه، لكن بعلاقات معينه في الجانب التجاري. طبعا المستشفيات الخاصه بيهمها الربح وده شيء طبيعي. هذا الجانب ايضا بيستدعي ان انا ممكن اغير سياستي العلاجيه بمجرد ما برجع للصيدلي بيقول لي انا ما عنديش ده، اسمح لي اديله، وانا عارف ان ده مش اقل. هل انا في الحاله زي دي كطبيب هاجي اقول لا الدواء ده لازم يجي وما ينفعش ان ما ياخدوش ويصرف بره من المريض او الى اخره، والفاتوره معروفه انها بتتجهز كلها داخل المستشفى من الصيدليه ومن زي ما حضرتك عارف. هنا الجانب الخطر جدا هو المريض نفسه، لانه في الحاله زي دي هو مغيب عن الامور اللي بتحصل حواليه. قول لي هو الضامن الاساسي في ان الطبيب يفرض على المستشفى هذا الامر؟ وهل هناك مراجعه دوائيه او جهه رقابيه بتضبط هذا العمل؟ هو ده جزء من دور الكلينيكال فارماسيست او الصيدلي الكلينيكي، ان هو يوازن ما بين التكلفه الماديه والنتائج اللي ممكن المريض يحصل عليها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو عندي دوايين في فرق السعر كبير جدا ما بينهم، لكن الفرق في الكلينيكال افكت او في التاثير الاكلينيكي او التاثير على الحاله الصحيه المريض ما هوش كبير، بمعنى انه لا يوازي هذا الفارق في الثمن. فبالتالي دور الكلينيكال فارماسي او الصيدلي الكلينيكي في هذه الحاله ان هو هيوجه المريض انه ياخد دواء ارخص ده لو النوعين موجودين، لكن عدم وجود نوع بعيد نهائي فالطبيب بينصرف خلاص، ما فيش عندنا يعني ما فيش ما يمنع ان احنا يعني جزء اللي هو الفارماكو ايكونوميك او اقتصاديات العلاج ان احنا نحطه في دماغنا، لان في الاول وفي الاخر هو راجع المريض هو اللي بيدفع التكلفه. انا اقصد من هنا ان انا المفروض داخل المستشفى، اذا كان انا دوله براقب هذا الموضوع من خلال وزاره زي وزاره الصحه وعارف بهذه المنظومه، ان انا اجد من يراقب هذه الروشتات وهذا الامر بالصرف ما بين، يبقى في جهه رقابيه بتتبع كيان حيادي، يعني ما يبقاش في العمليه في جانب الاداره بتقول خلاص ما فيش. هو ما يقدرش الطبيب يقول لا، والا هيلاقي نفسه يعني مش من ضمن الاطباء اللي في المستشفى. فعاوزين برضك نظام يعني يراعي هذا التوازن. هو يعني اي مستشفى هي كيان بيقدم رعايه صحيه للمريض، ففي الاول وفي الاخر حتى لو هي مستشفى خاصه هي يعني برضه هيبقى اهتمامها الاول ان المريض ياخد رعايه صحيه كويسه عشان حتى سمعه المستشفى. يعني مش هنقول ان هي هو ده اللي بنقوله يعني ده بنقوله راعي السمعه، لكن عاده الجانب المالي بيكون هو المؤثر. يعني نبقى احنا محتاجين ايضا هذه الرقابه يا فندم. اسمح لي دكتور عبد التواب، مره ثانيه هؤلاء الاشخاص المتميزين اللي لسه بنتكلم عنهم، الصيدلي الكلينيكي او نظام هذا الموضوع في الخارج، اذا طبقناه على خارج المستشفى هنلاقي ان كم طبيب في مصر اصبح بهذا الدور يقوم به حاليا، ولو اعتبرناه نقطه تحول كيف يستشعر المواطن هذا التغير؟ هو حضرتك يا فندم الموضوع ده علشان يوصل بره للمرحله اللي هو فيها مر مراحل كتير جدا، ابتداء من وضع الصيدله فيه كان اسوأ من مصر، الى ان هم وصلوا للمرحله اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي. الكلام ده جاء نتيجه ان انا بشوف النفع والضرر اللي بيحصل. يعني لما يتدخل الصيدلي ويغير دواء او يطالب الدكتور بتغيير دواء، يرجع للدكتور ويقول له انا شايف ان في تعارض ما بين الدواء الفلاني والدواء الفلاني، ويتوقف الدكتور عنه ويغير ويلاقي ان في كده اصبح في مصلحه. انا بستشعر من خلال حاجه فعليه حصلت اهميه اخذ راي الصيدلي في الادويه، وخصوصا الادويه الحالات في بعض الادويه بتكون لها نورس ثيرابيوتيك اندكس، او اللي هو بنقول ان هي الفرق ما بين الجرعه الفعاله والجرعه السامه او الجرعه الضاره فرق بسيط. فاي تغيير في تركيز الدواء حتى لو كان بسيط، يا اما انه يقل فيكون غير فعال، يا اما يزيد فيكون ضار. فانا عايز اتحرك في المكان الضيق ده، المساحه القليله دي ما بين الجرعتين. فاي مؤثر ياثر بزياده امتصاص الدواء
او العكس يقلل امتصاص الدواء او يزود تكسير الدواء في الدم او الميتابوليزم، هيديني نتيجه مختلفه. فانا كصيدلي لازم اراعي. في بعض الاوقات بتوصل ان انا ممكن اقول وانا بصرف الروشته للمريض انت هتاخد الدواء الفلاني، ممنوع الاكلات الفلانيه. تمام. او مثلا الدواء الفلاني ده امتصاصه قليل جدا في غير وجود الدهون، فانا عايزك تاكل وجبه دهنيه، وجبه دسمه لما تاخد الدواء ده، لان الدهون بتزود امتصاص الدواء ده وتخلي كفاءته احسن. زي بعض الادويه اللي بتؤدي الى مضاعفه في القوى الجنسيه تقريبا، ده اللي بيحصل لان في بعض المخاطر من استخدامه مع بعض الاكلات زي ما عرفنا قبل كده. تمام. وده حصل يعني فعليا، وكان مريض ضغط بياخد دواء ادويه من مجموعه من مجموعات ادويه الضغط معروفه ان هي بتاثر على موضوع القدره الجنسيه، وجا اشتكى بعد فتره بيقول لي انا يعني محتاج علاج للحاجه الفلانيه. فبشوف الروشته اللي هو بياخدها، فقلت له لا انت عندك دواء اصلا بتاخده بيأثر بالسلبي على الموضوع ده، فانت ارجع للدكتور اللي بيعالجك وقول له سمعت يا دكتور لو في دواء غير ده، لان انا حصل لي اعراض جانبيه الفلانيه. وده اللي حصل فعلا، رجع للطبيب والطبيب هو اللي غير الدواء. تمام. هو مش يعني هنا في حاجات الصيدلي ما يقدرش يتدخل فيها، ما يقدرش يغير الدواء لمريض ضغط ماشي على دواء منتظم وحالته ستيبل مستقره على هذا الدواء بدون الرجوع للطبيب. وفي نفس الوقت انا عايز اخدم المريض ده واعرفه المشكله بتاعته مش محتاجه علاج، هو محتاج تغيير العلاج اللي هو ماشي عليه. دكتور، بيحصل بعض الروشتات اللي بتصرف ويبقى فيها دواء ممكن ان يؤدي الى رياكشن مع المريض قد يعصب بحياته، يعني مرة واحدة ارتفاع ضغط دم أو أي شيء من أو حتى حساسية مفرطة ممكن تؤدي إلى مثلا تشنج، أو تؤدي في بعض الحالات إلى أن الإنسان ما بيقدرش يعني ياخد الأكسجين بتاعه، من هنا بيفقد المريض يمكن حياته بسبب دواء أدى إلى هذا النوع من الرياكشن. هناك صيدليات قبل ما بتدي الدواء بتقول أنا مش هصرف الدواء إلا لما ما تعمل عملية يعني او تجربه بسيطه قوي للحساسيه كاختبار. تمام. هذا الامر قد يغفله الطبيب، ولكن الصيدلي لابد ان يتاكد منه. للاسف الصيدلي ممكن يقول للمريض انت اخذت الدواء ده قبل كده ولا لا؟ يقول له لا. يقول له انت طبعا عندك حساسيه ضد كذا؟ يقول له والله مش عارف. يقول له يعني؟ يقول له تقريبا لا. فينتهي الموضوع على كده، ويمكن المريض لا يعي ولا يفهم ما هي الماده الكيميائيه اللي بتؤدي الى هذا النوع من الحساسيه المفرطه. دور الصيدلي هنا ايه؟ هل هو لابد أن يجري هذا الأمر الخاص بتحليل أو الاختبار المبدئي عشان يعرف، وإذا حدث لا قدر الله رياكشن مفروض أن الصيدلي هيقوم بهذا الأمر، والدواء الذي يبطل هذا الرياكشن مش موجود في الصيدلية، ودي مصيبة دي مشكلة. يعني عاوزين نتحدث عن هذه الجزئية ونقول حق المواطن هنا إيه، الصيدلي لابد أن يتفاعل إزاي مع هذه الإشكالية. تمام. حابب أتكلم عن حالة اللي هي الأنافيلاكتيك شوك. طبعا. الحالة دي حالة حساسية قوية جدا من مادة معينة، وغالبا المريض بيكون بياخدها لأول مرة. بتوصل لمرحلة ان الضغط بيوطى جدا، ويحصل ضيق في الشعب الهوائية، فعدم قدرة على التنفس مع هبوط شديد جدا في الدورة الدموية، وزي ما حضرتك قلت قد تؤدي إلى الوفاة. تمام. الحالات دي غالبا بتحصل من الحقن. يعني حتى لو الشخص عنده حساسية من المادة دي وخدها عن طريق أقراص أو شرب، فهي امتصاصها بيتم ببطء، فبتظهر أعراض بسيطة في الأول ممكن نلحقها يعني قبل ما كل المادة الفعالة، لأن امتصاص الدواء في المعدة أو في الأمعاء بيحصل تدريجي، لكن الحقنة أنت تاخدها وان شوت دفعة واحدة، فدي بتفرق كتير جدا، ولذلك المشكلة دايما بتحصل أكتر في الحقن، خصوصا في الوريد. بالظبط. ولذلك هو يفضل ان الحقن الوريد وخصوصا المواد اللي مشهور ان لها حساسيه تتاخد في مستشفى. الشخص اللي بياخد الحقنه لاول مره وبياخدها من شخص مدرب تدريب عالي. تمام. وهو ليه في مستشفى. انا عندي طوارئ اقدر الحقه لو حصل افلاكتيك شوك فعلا، في اكسجين وفي رعايه حرجه، ممكن يدخل الاي سي يو وحده العنايه المركزه واقدر انقذ حياته. لكن لو هو في مكان تاني الوقت مش هيسعفني. النقطة الثانية ان في عندنا حاجات لايف سيفنج ما ينفعش ما تكونش موجودة في الصيدلية، زي حضرتك الحقن بتتكلم عنها اللي هي بتتاخد في حالات الانافلاكتيك شوك اللي احنا اتكلمنا عنها دي، زي حقن اسمها البنفرين او الادرينالين، ودي حاليا مش موجودة في الصيدليات. ومش لازم الانافلاكتيك شوك تيجي من دواء، يعني بتحصل بعض الاحيان من لدغة حشرة
نحله. في ناس ممكن يجوا له انافلاكت شوك من لدغه او عقرب او تعبان او الحاجات السامه دي، واقرب مكان ليه هو الصيدليه. فانت المفروض تسعفه على ما يجي له اسعاف او يروح مستشفى. فانت ما عندكش، مش في ايدك، لان الحقن دي مش موجوده او الادويه دي مش موجوده، وهي للاسف هي حاجه منقذه للحياه، لايف سيفنج. دي المفروض تكون موجوده في كل الصيدليات ولا تخلو من الصيدليه؟ طبعا ده المفروض. هل هناك من يسائل هذه الصيدليات عن عدم وجودها؟ ما هو يا فندم نقول الحياه مسؤوليه الاطباء والصيادله اذا يقدموا هذه الخدمه، حتى المستشفيات استقبال حالات معينه للدغ الحشرات زي العقرب او الثعبان، لابد ان يكون في بعض يعني او في كل المستشفيات على الاقل. هو بالنسبه لعدم تواجدها ما هياش مشكله الصيدلي، هي مشكله هي مش موجوده. يعني هو هيوفرها منين؟ هي على فكره هي حقن رخيصه جدا على فكره، ويمكن ده سبب وجودها، يمكن سبب عدم وجودها انها رخيصه. او ممكن ليه؟ عشان بيخلص تاريخ لا يا فندم، هو هي منظومه التسعير. يعني هو لان الدواء مسعر جبريا، فهي ما بيجيبش دخل كويس، فالصيدله صيدليه بتنصرف او المصنع. المصنع اللي بيصنع. انا كصيدلي مش هي دي المشكله معايا. يعني المشكله هنا لابد التشريع، يعني لابد هنا نقول ان يجب لابد هناك يلزم الصيدليه بوجود عدد معين. بعض الادويه المهمه جدا واللي ناقصه في السوق، واللي يمكن هي ناقصه بسبب عدم تحريك السعر، فنطالب بتحريك اسعارها وتوفيرها. الدواء يكون موجود بسعر اعلى شويه، او تدعمها الدوله، يعني او تدعمها الدوله بالظبط يا فندم. يبقى مدعمه بالنسبه لده، يبقى هو واخد ثمنها على الاقل من الدوله. مش طيب نعود للدكتور مره ثانيه. الدكتور عمرو، اسمح لي دكتور عمرو، كم صيدلي في مصر تخرج الآن وهو يحمل هذا التخصص دقيق الصيدلي الإكلينيكي؟ هل في دفعات وصلت في مصر؟ ومن أين أو في أي وقت بدأ هذا التعليم الخاص في كليات الصيدلة لهذا الجانب؟ واحنا كان عندنا تجربة قديمة يمكن بقى لها أكتر من 10 سنين أو ممكن 15 سنة في كلية الصيدلة في جامعة طنطا، وأعتقد جامعة حلوان برضه من 15 سنة. كان يعني إذا في دفعات دلوقتي، يعني في دفعات تخرجت، لكن التوسع في الصيدلة الإكلينيكية حصل في خلال فترة ال7-8 سنين اللي فاتوا. التوسع ده مش بس بيشمل خريجين، في دفعات كتيرة جدا اتخرجت في الصيدلة الإكلينيكية، لكن اصبح كمان في اقبال جدا من الصيادله اللي هم القدام، اللي هم ما لحقوش هذا التخصص في ايام الجامعه، فابتدوا يحصلوا على شهادات، حتى شهادات عالميه، بهي شهادات مصريه في الصيدله الكلينيكيه. عندنا صيادله كتير جدا مصريين واخدين بورد امريكي في الفارماكوثيرابي، خلاص، اللي هو يعتبر التخصص بتاع الصيدله الكلينيكيه. تعليم عن بعد وهو في مصر، ولا بيسافر ياخد الدوره؟ لا هو اللي بياخد الكونتنت نفسه، اللي هو المنهج نفسه، بيذاكره هنا، سواء بيلتحق باحد المراكز اللي هي بتدرس هذا المنهج، وبعدين بيدخل الامتحان بيعقد مرتين في السنه هنا في مصر، مره في اكتوبر ومره في ابريل، ولكن الشهاده شهاده عالميه. الشهاده شهاده عالميه. يعني هل هناك ما يلزم الاطباء الصيادله بالحصول على هذه الدوره لتوفيق اوضاعهم الحاليه؟ انا دلوقتي داخل مستشفى، داخل صيدليه جنب البيت، يعني لو قلت له ايه يعني الصيدلي الاكلينيكي، هيقول لي يعني روح. انت بتتكلم في ايه؟ للاسف الشديد لا، مفيش تشريع بيقول ان الصيدلي لازم كل فتره ياخد دورات تدريبيه معينه. الكلام ده طبعا تشريع، انا شايف انه تشريع اساسي، لانه لا يعقل ان صيدلي يتخرج من 20-30 سنه. والنقابه ليها دور في هذا طبعا يعني احنا نتمنى انه يبقى في تشريع، ايا كان الجهه اللي هتصدر التشريع، ايا كان الجهه اللي هتسعى لاصدار التشريع، هي مش دي القضيه، سواء النقابه او وزاره الصحه، لكن لازم يبقى في تشريع يلزم الصيدلي انه يحصل على دورات تدريبيه او ساعات معتمده من التعليم الصيدلي المستمر كل فتره. تمام. الحاجة التانية برضو اللي لازم الفت النظر ليها، ان في صعوبة في التحاق الصيدلي بالدراسات العليا. الصيدلي بيعاني في التحاق. احنا عندنا التخصصات اللي ممكن تخدم المجال ده بالنسبة للدراسات العليا، عندنا ماجستير الصيدلة الكلينيكية، عندنا درجة علمية اسمها الفارما دي. للاسف الشديد كليات الصيدلة المصرية بتحط شروط صعبة جدا للالتحاق سواء بالماجستير او بالفارما دي. بتحط شروط صعبة جدا في التقدير، شروط صعبة جدا في التكلفة المالية، شروط صعبة جدا في العدد. هو لا يقبل الا عدد صغير، وبالتالي بيرفع في التقدير عشان ما ياخدش غير عدد صغير. فاحنا بنلاقي ان عندنا طابور طويل جدا من الصيادله هو عنده الرغبه ان هو يتعلم، وعنده الاراده وعلى استعداد حتى لتحمل التكلفه الماليه، لكن هو مش لاقي مكان، مش لاقي، يعني بيقدم سنه واثنين وثلاثه في جامعه وبعدين بيزهق. ليه ما يحصلش التعليم عن بعد، وهنا التعليم التكميلي او التعليم المستمر؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه كتير وبنقول لابد ان يكون هناك تعليم مستمر. لماذا لا تخصص وزاره زي وزاره التعليم العالي؟ مش هنقول الوزاره انها بتقوم بهذا الجانب، نقابه من النقابات وتلزمها الوزاره
وزاره التعليم العالي بان يكون هناك تعليم مستمر، فيبقى هذا الجانب التعليمي تعليم مفتوح او تعليم عن بعد، هو ده اللي هيدي اثاره، ومش هيبقى في تكدس بالنسبه للاعداد. التعليم عن بعد موجود، والبورد الامريكي يعتبر مثال للتعليم عن بعد. تمام. لكن احنا في مصر ما بننظمش. لما بنيجي نتكلم، لا بس لما بنيجي نتكلم عن الصيدله الكلينيكيه، احنا محتاجين الصيدلي يقعد في مستشفى سنه واتنين يتعلم. يعني محتاج زي ما عندنا حاجه اسمها طبيب مقيم، محتاجين حاجه اسمها صيدلي مقيم. هذا الصيدلي هيقعد في المستشفى، هياخد راوندات، هيلف على الاقسام عشان يتعلم ويكتسب خبره كلينيكيه. لانه الممارسه الكلينيكيه للصيدلي ما هياش ممارسه نظريه فقط، ممارسه عمليه، وده احد عيوب. وده هينجح في القطاع الخاص ولا القطاع العام، عشان احنا عارفين ان في مساوئ في هنا ومساوئ هنا في مصر، وبشفافيه واضحه. احنا بنتكلم على نقطه تحول لبلدنا، فاذا ما كناش نتكلم بصراحه يعني مش هيبقى ليها اي فائده من الكلام ده. والله احنا نتمنى ان وزاره الصحه تتبنى هذا المشروع. وزاره الصحه خدت خطوات الحقيقه، لانه احنا مثلا اصبح عندنا دلوقتي برنامج الزماله المصريه في الصيدله الكلينيكيه، ودي حاجه استحدثت من حوالي 3 أو 4 سنين، ففي خطوات، لكن لازم خطوات تبقى متسارعه اكتر من كده. صح. الخطوات الموجوده حاليا بطيئه. برضو في نقطه انه الزماله المصريه حاليا الصيدلي بيتدرب في مستشفيات، لكن حاليا مركزيا في القاهره. فمثلا مش معقول انه في صيدلي مثلا من اسوان او صيدلي من اسيوط هيجي القاهره عشان ياخد زماله. طيب دكتور عبد التواب، اسمح لي قبل التصوير كلمتني حضرتك على سيستم بيتم في الخارج باسلوب يمكن اكثر تحضريه، المريض بيصل اليه الدواء يمكن قبل ما يوصل للصيدليه يكون جاهز. كلمني عن هذا السيستم وايه اهم فوائده يمكن من وجهه نظرك. هو يا فندم بيعتمد على ان كل شيء في المنظومه يكون كمبيوترايزد. تمام. وده كمان في البرايفت مش بس في المستشفيات. فالمريض بيروح عياده الطبيب، بيشخص وبيكتب له الدواء، وبيبعته عن طريق اتصال شبكي او عن طريق شبكه متصله ما بينه وما بين المعمل التحاليل او مركز الاشعه او الصيدليه. تمام. فالطبيب بيبقى متصل بالحاجات دي اتصال، او بالمراكز دي اتصال مباشر، بحيث انه يكتب روشته وبيختار المريض الصيدليه اللي هو عايز يصرف منها دواء. هو اللي بيختار المريض. يا فندم، ما هو بيجبروش على حاجه. انت مثلا بتحب هتجيب دواك منين، فيقول له اقرب صيدليه مثلا كذا، والصيدليه بيبقى لها كود نمبر، هو بيقول بس الرقم. فبيدخل الطبيب على الصيدليه دي ويكتب لهم الدواء، او يكتب الدواء في طريق سيستم وماشين بتحضر الدواء، يروح هناك يلاقي الدواء بتاعه متجهز باسم برضه كود نمبر، يعني باسم المريض اللي هو رقمه في الرقم الفلاني، دواء موجود ومتراجع ومتحضر وجاهز. كذلك في موضوع التحاليل الطبيه، انا ببعت ريكويست او طلب التحاليل للمعمل، والمريض بيروح المعمل يعمل التحاليل، والنتيجه ترجع للدكتور تاني عن طريق شبكه متواصله مع بعض. ده طبعا بيدي سرعه وبيدي دقه في الاداء. ان موضوع الكتابه الخطيه احيانا بيعمل مشكله ان الخط مش واضح. صحيح. الموضوع الخط ملتبس عليا ما بين صنفين. لا ده كمان واثناء المريض ما هو موجود، يعني المريض موجود مع الطبيب من زمن الكشف. تمام. مش هنخرج بعدين نقول والله الطبيب مش لاقي وقت. تمام. يقوم بهذا الدور لانه عليه زحمه اخر الليل، هيفضل بقى مع الصيدليات يقولوا ده لا كذا لا ده كذا. في وقت نفس الكشف بيكتب وهو تمام. هو بيظهر قدامه ان الادويه اللي حضرتك كتبتها موجوده فعلا، فما فيش مشكله النواقص وهاخد حاجه مكان حاجه ولا لا، وهتبدل لي. وبيقولوا خلاص الاوردر تم وادويتك جاهزه في الصيدليه الفلانيه، تعدي تاخدها. طب هنا الكتابه بقى بتبقى عن طريق الاسم العلمي، يعني الدواء بالاسم العلمي ولا الدواء بالاسم التجاري؟ هو عشان برضك الاثنين دول بيبقوا لبس ما بين عدد كبير. هو لحد دلوقتي يا فندم ما فيش تطبيق فعلي للاسم العلمي. حتى في الخارج بيكتب الاسم التجاري، ولكن هناك لاختلاف الثقافه الدوائيه. الصيدلي بيشوف مثلا ان الدكتور كاتب الدواء ده براند نيم، شركه مالتي ناشونال، شركه كبيره، اسعار الادويه فيها مختلفه. هناك في ثقافه ان هو المريض نفسه بيقول له طب انا ممكن اخد حاجه نفس الماده الفعاله بسعر اقل، وما بيرجعش للطبيب. هو هناك في ثقه، لان الدواء اللي واخد تصريح من وزاره الصحه هو نفس البراند، نفس الجينيريك، نفس الاسم التجاري مختلف، ولكن الاثنين خضعوا لنفس التجارب ونفس مراحل الترخيص، او الحاجه اللي بقول لحضرتك عليها اللي هي الباي ايكويفالنس، المكافاه الحيويه. ان انا بختبر ان الدواء المصنع محليا هيكون بنفس كفاءه الدواء المستورد. تمام. فهناك في ثقافه دي، فهو
بيبص للناحيه الاقتصاديه، انا عايز نفس الكفاءه بسعر اقل، مم. وبيختار يقول له انا مثلا الدواء ده الدكتور كاتب لك جينيريك مثلا ب $60، في منه مثلا ب 40، في ب $20 نفس الكفاءه، وممكن المريض يختار. وفي مريض ليه الطبيب ما يقومش من هذا الدور؟ يعني احنا ساعات بنسمي ده طبيب شاطر تمام. ودواء رخيص. ده طبيب شاطر لكن دواء حراق، بس نجيب الدواء الحراق ده عشان هيجي بالنتيجه، مع ان العمليه زي ما حضرتك بتقول بترجع للصيدلي هو اللي بيقول. الطبيب ليه ما يقومش بهذا الدور يا فندم؟ حتى معرفه المستوى الداخلي، بدل ما يبقى فيه احراج مع الصيدلي. هو في قناعات عند بعض الاطباء، هو مقتنع بشركه معينه وواثق في ادويتها وجربها، ما عندوش استعداد يجرب حاجه تانية. يعني الطبيب. طبيب، يعني انا في اساتذه كبار بيحب يكتب البراند نيم بتاع هو الشركه. عارف كمان الكشف بتاعه حراق، تمام. فمش معقوله بقى المريض اللي جاي له دافع كتير بالظبط. هيبخل على نفسه في الدواء، لا خليه يدفع تاني. حضرتك دايما الاساتذه الكبار بيحب يكتب البراند نيم، الحاجه بتاع الشركات الكبيره المالتي ناشونال حتى لو كانت غاليه في السعر، هو بيقول لك انا ما عنديش استعداد اغامر بسمعتي من خلال ان انا اجرب شركه ثانيه. وجايز هو لو جرب يلاقي نفس الكفاءه ويكون هو عمل وفر فلوس، وفر اموال. ما زالت هناك اشكاليات كثيره، يمكن ده يعني ساعات تكون في مصلحه المريض وضد مصلحه المريض الماديه حتى على الاقل. اسمحوا لنا ناخد فاصل ونعود معكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وضيوفنا الاعزاء، والحديث بقيه عن نقطه تحول في صيادله مصر وفي العمليه الدوائيه في مصر. ابقوا معنا. يا بلادي يا بلادي أحبك يا بلادي.